وتعرفت على بنت ثم تقربت منها جدا، ويصعب علي أن أتزوج مرة أخرى، وخايف أعمل معاها أي حاجة حرام، فهل ينفع أتجوزها عرفي؟ إذن أنت في حيرة، هل تتزوج مرة أخرى؟ إذن يجب عليك أن تكون أكثر شفافية وأكثر مصداقية. يجوز للرجل أن يتزوج امرأة واثنتين، ولكن ينبغي عليه أن يظهر هذا أمام الناس، ليس فقط بالشهود وإنما أيضا لأهله وزوجته وأهلها وأولادها إن كانوا موجود لها أولاد، وهكذا. أما قضية الزواج ثم تغليفه بالسر حتى لو كان صحيحا وحتى لو كان حلالا، فإنه يدخل الإنسان في متاهات لا يقدر عليها. فالقضية هنا ليست الحلال والحرام، بل القضية هنا هي الشخصية المسلمة التي تكون قلقة، والتي توصف بالخداع وعدم الصراحة وعدم الوضوح. ولذلك فالزواج العرفي المستوفي لأركانه من ولي ومن شهود، هنا في هذه الحالة يعني السؤال يكون على مسألة أخرى، فهو ولو كان مباحا إلا أنه ينبغي أن يكون غير متاح، لأنك لا تستطيع أن تخبر زوجاتك لأنك تخاف على هذا البيت الأول من الهدم، لأنك كذا. ولكن أيضا لا نريد أن تكون خداعا وكذابا وتفقد شفافيتك أمام أهلك وأمام الناس. إذا عزمت على شيء فيكون في الضياء في النور، وإذا لم تكن قادرا فانسحب. وليس من الضروري أن تستمر في علاقتك مع هذه البنت، وليس من الضروري أن تتمادى معها إلى أن تقع في الخطأ. قاوم نفسك، وإلا فعليك أن تسير في المسار الطبيعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا.